السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونستعين بالله. اهلا بيكم معايا في فيديو النهاردة، فيديو حصري، فيديو هندلع فيه ولادنا ونعمل لهم الكوكيز اللي بالشوكليت شيبس بطريقة سهلة وبسيطة، وفي 10 دقايق يا حبيبة قلبي هتكوني كده عملتي البسكوت الشوكليت شيبسي دوت لأولادنا وبكل بساطة، وبكده هنبسط ولادنا ونوفر فلوس. وزي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي، معانا مقادير الكوكيز بالشوكليت شيبس. معانا 2 كوباية ونص من الدقيق، ومعانا كوباية من السكر، ومعانا كوباية من الزبدة، ومعانا كوباية من الشوكليت شيبس، ومعانا معلقة كاكاو، معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا، معلقة من الدقيق، معلقة من النشا، ومعانا كمان بيضة واحدة بس. وبكده يا حبايب قلبي دي مقاديرنا البسيطة اللي هنعمل بيها الكوكيز بتاع اولادنا اللي هيبسط ولادنا. نيجي يا حبايب قلبي مع بعض في بولة كده، ننزل بكوباية السكر وكوباية الزبدة، ونضرب فيهم بمضرب البيض او بالمضرب اليدوي او بالشوكة زي ما تحبي. زي ما انتوا شايفين كده هنضرب فيهم يا حبايب قلبي 10 دقايق. اهم حاجة يا حبيبة قلبي تضربيها 10 دقايق عشان يدينا اللون الكريمي الفاتح. تقدري يا حبيبة قلبي تشتغلي بالمضرب اليدوي او مضرب الكهرباء او بالخلاط او بايديكي، مفيش مشكلة. اهم حاجة تدينا القوام المناسب اللي احنا هنعوزه في الخليط بتاعنا. هننزل كده زي ما انتوا شايفين عليها ببيضة واحدة. عايزة تنزلي ببيضتين مفيش مشكلة، هي كده كده الكوباية معانا بتاخد هي البيضة معاكي، واحنا حاطين 2 كوباية ونص بس. انا بحب البسكوتة بتاعتي تبقى ناشفة، مش بنحبها طرية، حبها زي الكيك بتنزلي ببيضتين. وهنا في الدقيق بتاعنا هننزل عليه بمعلقة واحدة بس بيكنج باودر، مش الكيس كله، معلقة واحدة بس. ما تسرحيش معانا يا حبيبة قلبي وركزي في المقادير والخطوات معايا كده. زي ما انت شايفة انا نزلت هنا دي معلقة نشا عشان انا بحب البسكوت بتاعي يكون ناشف شوية، فانا هنا نزلت بمعلقة النشا. مش حابة تنزلي بيها زي ما قلتلك ما نستغنى عنها خالص. ومعانا هنا هنقلب الدقيق كله مع بعضه علشان هننزل بيه معانا في الخليط بتاعنا. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد يا حبايب قلبي، والقناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بنزل بالدقيق معلقة معلقة، ومعايا في المضرب البيض عندي عجان بسيط كده فهشتغل بيه. انتي حابة تشتغلي بالمعلقة اشتغلي، حابة تشتغلي بايدك اشتغلي، مفيش مشكلة. بس انا هنا هنزل واحدة واحدة على الخليط بتاعي عشان هضربه بالمضرب بتاع البيض. المضرب بتاعي ده شغال معايا مضرب وعجين زي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نضرب كده مع بعض كده زي ما انتوا شايفين القوام بتاعنا بيبدأ يتقل. هفضل اضرب فيه كده لحد ما القوام بتاعي يتقل خالص ويتجانس كله مع بعضه. خدي بالك يا حبيبة قلبي عجينة الكوكيز بتلزق في الايد، يعني عجينة الكوكيز بتبقى دايما ملزقة معاكي في ايدك، ما تقلقيش منها وما تزوديش فيها دقيق، خليكي باللي انا بقولك عليه بالظبط. يعني ما تقوليش الم العجينة، لا العجينة محتاجة شوية، لا العجينة مش ملمومة، لا العجينة بتلزق، لا كل ده بلاش منه، لان هي العجينة اصلا بتلزق معاكي، لان هي دي عجينة بسكوت. احنا مش هنعمله بسكوت زي بسكوت العيد اللي بالنشادر، لا ده بسكوت كوكيز المفروض اصلا بيبقى طري. حابه تنشفيه زي ما انا قلتلك كده انزلي بمعلقه نشا واحده. احنا كده بنضرب فيه اهو بالمضرب. حابه تتعجنيها بايديكي مفيش مشكله خالص، هي مش بتتعجن، انتي بتلمي فيها برضو بايديكي عشان ده بسكوت مش مش حلو ان انتي تقعدي تعجني فيه، مش هيديكي نتيجه كويسه. احنا بنضرب كده زي اكنك بتلمي بايديكي كده العجينه، بتنزلي عليها كده اهو. لو عندك المضرب ده يبقى يستحسن خالص، جميل جدا وبيطلع الحاجة زي الفل. معايا هنا اهو بنزل بصي واحدة واحدة، مش بنزل بالكمية كلها، وبصي واحدة واحدة لحد اخر معلقة بنزل معلقة معلقة. بكده يا حبايب قلبي نكون نزلنا بكمية الدقيق بتاعتنا كلها، وهنبدأ برضو نلم في العجينة بتاعنا بالمضرب بتاعنا كده زي ما حضراتكم شايفين.
إلا بذكر الله تطمئن القلوب. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نذكر الله يا جماعة طول ما انتوا بتعملوا أي حاجة يا حبايب قلبي، اذكروا الله عشان البركة تملى بيوتكم والرزق يملى بيوتكم. اهو لميت العجين كده معاكم زي ما انتوا شايفين كده من الجوانب، مش هسيب اي ثغرة خالص فيها، زي ما انتوا شايفين كده هفضل الم في كل حاجة لحد ما البولة بتاعتي تبقى خالص نضيفة خالص. اهو زي ما حضراتكم شايفين. اعملي حاجة حبيبة قلبي في البيت توفري على نفسك بيها، بدل ما تنزلي تجيبي من الفرن يديك 3-4 وحدات كده وما لهمش اي حاجة وما بيشبعوش العيل وما بيبسطوش العيال، وبتبقى حاجة بسيطة خالص. يعني انا وقفت على فرن الفينو واجيب فينو، بنتي شبتت فيها، انا والله جبت منه يعني قلت له انا عايزة كده ب10 جنيه، لقيته اداني 3 وحدات كده في الكيس، يعني حتى ما يسكروش. فعشان كده انا قلت هعمله معاكم عشان خاطر نوفر شوية اللي احنا بنشتريه من بره ده بالغلا، الحاجة اصلا بقت غالية جدا. لكن انتي لو عملتيها في البيت هتعمليها وهتبقى كمية معاكي كبيرة وهتوفري كتير. تابعي معايا المقادير يا حبيبة قلبي. زي ما انتي شايفة كده انا هقسم معاكي زي ما قلتلكوا كده، هنقسم مع بعض لجزئين، جزء هعمله فانيليا والجزء التاني هعمله بالشوكولاتة. انا بنزل بمعلقه كاكاو ومعلقه دقيق عشان العجينه بتاعتي طريه اهو زي ما انت شايفه كده. هنزل بمعلقه الكاكاو وهلم برضو معايا برضو كده بمعلقه دقيق، انا سايبه معلقه دقيق هنا ومعلقه كاكاو هنا، هنزل برضو بمعلقتين دقيق. الم معاكم العجينه كده يا حبايب قلبي بايدي كده زي ما انتوا شايفين. هي كده كده مش محتاجه عجن، هي محتاجه ان انا اخلي الخليط كله يتجانس مع بعضه، يعني الخليط كله يبقى حاجه واحده. عايزه معلقه الكاكاو ديت تتجانس خالص مع الخليط بتاعي. فانا هي بصي بتلزق جامد جدا، ما تقلقيش من التلزيق ده، انت اصلا ممكن تاخديها بمعلقه، مش لازم تعمليها بايديكي، انت ممكن تاخدي بمعلقه وتحطي على الصاج بتاعك. اهو بصي انا هنزل بمعلقه الدقيق كده اهو، عشان انا بحب البسكوته بتاعتي تكون ناشفه سنه، مش عايزاها زي الكيكه طريه، انا عايزاها ناشفه سنه. مش هتعمليها ناشفه وعايزاها طريه زي الكيكه نستغنى خالص عن معلقه الدقيق دي ونستغنى عن معلقه النشا. انا بقولك ده الكوكيز بتاعي ده بسكوت كوكيز اللي هو اللي انا عايزاه ناشف سنه، يعني عايزاه يديني كده طعم البسكوت شويه. بصوا يا حبايب قلبي معايا كده الخليط التاني اهو دوت، هنزل عليه بس بمعلقه دقيق واحده اهو، رشه واحده بس كده، وهلم بايدي كده العجينه برضو كده. خلاص خلصت معاكم العجينه بتاعتي وهبدا اشكل فيها معاكم. لو هي ملزقه معاكي خالص بتجيبي نقطه زبده او نقطه زيت على ايدك وتشكلي بيها زي اكنك بتعملي بالصباعي كفته كده، بتجيبي نقطه كده لان هي هتبقى ملزقه في ايدك قوي. ما تقلقيش من تلزيقها ده خالص، ما تقعديش تنزلي بدقيق عشان خاطر ما تنشفش معاكي. انا كده هي العجينه زي ما انت شايفه اهو لميتها معاكي خالص، وهبدا اشكل فيها براحتي زي ما انت حابه. عايزه تنزلي بمعلقه كده وعصاج مفيش مشكله، على الصينيه كده وانزلي بالمعلقه عادي خالص بمعلقه الايس كريم او بمعلقه عاديه وشكليها براحتك. عايزه تشكلي بايدك زي ما انا بعمل، بس انا بشكلها بايدي بكبرها شويه. انتي عايزاها صغيره خالص بمعلقه صغيره يا حبيبه قلبي، وانزلي على الصاج على طول واضغطي ضغطه بس من فوق، وانزلي عليها بالشوكليت شيبس. الشوكليت شيبس دوت بنحطه في قلب العجينه، بس انا مش عايزه افور قوي لان احنا مش بنحب الشوكولاته، بنحبها بسيط يعني اللي هو العادي الطبيعي يعني. لكن المقفر قوي بتحطي جواها الشوكولاته وتبقى سايحه والكلام ده كله، لا احنا مش بنحبه كده. فانتي بقى زي ما تحبي، بتحبي الشوكولاته يا حبيبه قلبي دخليها في قلب الفانيليا كده، اللي هي البسكوته الفانيليا اللي احنا عاملينه الكوكيز ده، وتنزليها في قلب الشوكولاته برضو التانية كده اللي بالكاكاو دي، وتحطي حبه هنا وحبه هنا وتقلبي وترجعي برضو تزيني بيها. بس انا بستكفى يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده بس بالوش وخلاص. بنعمل كل واحد بيعمل الاكل اللي بيحبه بالطريقه اللي بيحبها. انا دي الطريقه ديت انا ولادي بيحبوها كده فانا عملتها معاكم. انتي برضو بعرفك تعملي ايه لو بتحبيها، بتحبي الشوكولاته زي ما عرفتك كده يا حبيبه قلبي. وفي الصاج بتاعنا كده بتزيني وتحطي، عايزاها صغيره خالص في ايديكي وبتشكليها بايديكي
زي البقجة كده بتعمليها وبتنزلي عليها في الشوكليت وتحطيها على الصينية على طول. بس احنا هنا بنحبها كبيرة شوية، يعني البسكوتة العيل يمسكها كبيرة كده شوية في ايديه. يبقى قلبي كده هعمل معاكم اهو زي ما انتوا شايفين كده، دي حجمها كبير شوية، وانا هعمل لكم برضو كام واحدة كده صغيرين في الحجم عشان تشوفوا برضو ايه الطريقة كده وكده. وان شاء الله تنال اعجابكم وتعملوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك يا حبايب قلبي. وهعمل معاكم سلسلة من البسكوتات والمعجنات علشان خاطر المدارس داخلة علينا، كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل مع بعض كده الكوكيز، وهنعمل مع بعض برضو هنعمل الكيكات بأنواعها، وهنعمل البسكوتات بأنواعها، وهنعمل مع بعض الكرواسون، وهنعمل مع بعض المعجنات الميني بيتزا والحاجات الحلوة كلها اللي بتشوفوها في الأفران والدونت والحاجات اللي نفسكم كلكم فيها بإذن الله هنعملها مع بعض. تابعوني على القناة وخطوة بخطوة يا حبيبة قلبي، تابعينا في المقادير بتاعة الوصفات بتاعتنا عشان تطلع معاكي النتيجة صح وتطلع معاكي كويسة، وتقدري ان انتي تعمليها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لولادك. اهم حاجة يا جماعة مقاديرنا تكون مظبوطة، والطريقة بتاعتنا خطوة بخطوة تمشي على اللي احنا بنقولك عليه. معايا كده يا حبيبة قلبي زي ما انتي شايفة اهو، ببدأ اشتغل فيها تاني علشان اوريها لك، وبعد كده بقى هخلص خالص انا مع نفسي كده واوريكي الصينية بتاعتي طلعت عاملة ازاي. وبإذن الله كل وصفاتنا تعجبكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. اهي العجينة بتاعتنا جميلة وطرية خالص زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، زي العسل. بعملها معاكم وتطلع على طول زي العسل اهي. عملت لكم واحدة صغننة خالص كده، يا رب يعجبكم الطريقة والمقادير، وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي رأيكم ايه فيها. جميلة خالص اهي، لذيذة وصغيرة خالص اهي، عملتها لكم اه يا حبايب قلبي. وبكده انا قعدت مع نفسي كده عملتهم في الصينية كده وطلعت بالجمال اللي انت شايفاه ده. بتصغري عن كده خالص، بتصغري مفيش مشكلة بالمعلقة الصغيرة، وبتنزلي بحتة العجينة. ابقى اعملها لكم برضو مرة تانية، اعملها لكم زي الكيك كده وتشوفوها زي الكيكة، هتبقى طرية خالص كده، وهتبقى برضو ايه مليانة من الشوكولاتة من جوه ومن بره. نبقى نعملها مرة كمان مع بعض لحبايبنا اللي بيعشقوا الشوكولاتة، نعملها لكم مرة كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي النتيجة اللهم بارك. بصي ولا مشققة ولا فيها اي حاجة، زي العسل وناعمة وطرية خالص. العجينة معايا خالص اهي. حابة تحطي ورق زبدة من تحت عشان ما تلزقش معاكي، حطي ورق زبدة. حابة تحطيها في الصينية زينا كده على طول حطيها، متقلقيش منها، هتطلعيها برضو عادي بالمعلقة مش هيجرى اي حاجة. هي كده كده البسكوتة بتاعتنا جميلة خالص ومليانة بالزبدة، فطرية يعني مش ناشفة اوي. اعملي لولادك في البيت يا حبيبة قلبي، وفرحي ولادك وبيتك وعيالك واسرتك وحبايبك وكل اللي حواليكي، ودوقي كل حبايبك من الحاجات الحلوة اللي انتي بتعمليها دي لولادك. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتي شايفة كده يا حبيبة قلبي، طلعنا معانا البسكوت الكوكيز الروعة ده اللي انتي شايفاه من الفرن. بصي ما بياخدش معاكي في الفرن بالظبط 10 دقايق ربع ساعة بتكوني مطلعاه. بس اهم حاجة تسيبيه يبرد خالص. لو لزقت معاكي في الصينية ما عندكيش ورق زبدة ولزق معاكي في الصينية، بتجيبي فوطة مبلولة وبتحطيها تحت الصينية، هتلاقيها فك معاكي خالص وطلعتيه بكل سهولة. ماشي يا حبايب قلبي، تابعوني يا جماعة خطوة بخطوة، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة يا حبايب قلبي. ادعمونا عشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. يلا يا حبايب قلبي نقوم كده مع بعض نجيب كوبايتين دقيق كده ونعمل الكوكيز الجميل دوت، وتكتبولي في التعليقات رأيكم فيه. ولو حابين اي وصفة تعجبكم اكتبولي في الكومنتات، وانا معاكم ان شاء الله هرد عليكم، وهعمل لكم كل الوصفات اللي تحبوها وتكتبوها لي. وبإذن الله يا حبايب قلبي خليكم تابعونا عشان هنعمل سلسلة
معجنات زي ما قلت لكم كده وبسكوتات عشان المدارس. كل سنة وانتم طيبين. المدارس جاية على الابواب، وبدل ما نروح نشتري الحاجة غالية نوفر في البيت يا جماعة وندبر كده. وبكده نكون طلعنا صينيتنا الجميلة كده من الفرن زي ما انتم شايفين، وكانت على درجة حرارة 170 يا حبايب قلبي. ما نزودش خالص في درجات الحرارة بتاعتها. والصينية بتاعتنا تسيبيها خالص لحد ما تبرد، وبعدين تطلعي منها البسكوت واحدة واحدة على مهلك عشان ما يتكسرش. لو حبيتي تطلعيه وهو سخن هيتكسر معاكي خالص ومش هتقدري تطلعيه كويس. لكن يا حبايب قلبي نسيب الصينية خالص لحد ما تبرد. وهو زي ما انتوا شايفين كده طلعناها على طبق التقديم بتاعنا. شكلها اللهم بارك روعة وجميلة جدا. جربوها يا حبايب قلبي واكتبولي في التعليقات. شايفة شكلها يفتح النفس والله. تستاهل بقكوا حاجة كده زي العسل. وهتوفري في البيت للولاد عشان الدروس يا جماعة. الدروس داخلة علينا والمدارس داخلة علينا. وفري بدل ما تشتري الكيلو ب100 جنيه ولا ب150 جنيه، انتي هتعملي لولادنا بنص التمن. هتعملي كمية تضاعف اللي انتي هتشتريه بمراحل. يعني يبقى معاكي اضعاف الكمية اللي انتي بتشتريها. جربوا يا حبايب قلبي واعملوا الحاجات الحلوة دي اللي احنا معانا. اعملوها الخطوات دي في البيت واللهم بارك اللهم بارك. هتطلعي بنتيجة روعة مبهرة وروعة. مش هتندموا ان انتوا جربتوا الوصفات بتاعتنا. وهنعمل مع بعض زي ما قلت لكم سلسلة من المعجنات والبسكوتات عشان المدارس. انتظروني يا حبايب قلبي. ان شاء الله في فيديوهاتنا الجاية كلها هنعملها مع بعض سلسلة كده جميلة كده من المعجنات والبسكوتات. انتظروني بإذن الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.